قالت من جديد: اذهب وإلا سأصرخ. اقترب منها إلى درجة أنه كان بإمكانه أن يشعر بتنفسها الهادئ. لن أذهب حتى وإن قتلوني. وفجأة شعر بزوال الرعب عنه فأضاف بثقل: وعليه وإن كنت تنوين الصراخ فابدأي الآن. عضت شفتيها. جلس كايتيانو على السرير وقص عليها موضوع عقوبتي. شبه ما شبني شيء. هلا أنا قاعدة عم بقرا ومبرى لساني ومبح صوتي وأنت عم تتصفى. وضع بده صفن والله. طب قلي بوقف. وشو بده يصير بعد ما بتوقفي؟ صلاح رجعنا لنفس الموضوع. شفتي بالله غريبة ما؟ بس نحن اتفقنا. وانا يعني ملتزم بالاتفاق، ماني ملتزم؟ بلا بس شو؟ ها؟ بس شو؟ قاعدة عم تقري لي رواية عن الحب وشياطين أخرى. بتعرفي إنه الكاتب مسميها هيك لأنه بيعرف إنه الحب ما بيجي لحاله، بده شياطين مشان تجي معه وتدعمه. يعني بفهم من الحديث إنه شياطينك بلشت تحوس؟ لا، بس المعركة بين شياطيني وملائكتي يعني بلشت تنحسم. لصالح مين؟ لصالحي أنا وأنت. صلاح لك إيه بلا صلاح بلا بطيخ ولو لسه فيها صلاح. أصلا إذا بتنادي لي خراب بيكون أحسن بالبقلي. مشان الله لا تحكي هيك. بعرف الوضع اللي حاطة حالي فيه وحاطتك فيه مو سهل أبدا. مو سهل وبس لك ربا. لك هذا عم يصير بيني وبينك معجزة يا مخلوقة. والله العظيم تعبت، يعني عن جد الصراحة تعبت. لسه بنقعد بهالتخت وبنقرا وانا بقول طول بالك يا زلمة، يعني بكرة بتنحل بكرة بتزبط وبنقرا. إيه خلص بقى، يعني جيبي كل الكتب السماوية وكل شيء قريت انا وياك روايات وحطي ايدك عليها واحلفي قدام العالم، حدا بيصدق هذا اللي عم يصير معنا؟ معك حق بالله ما عن جد معي حق. والله مني قلتي لي اني معي حق، ما كنت بعرف. طيب خلاص، شو مفكرني يعني أنا مبسوطة بهذا الوضع؟ والله ماني مبسوطة. ما في ليلة بتمر إلا بفكر فيها 100 مرة إني خلاص. والله ما بعرف شو بدك قلي لحتى ساوي. أنا جاهزة. شو ما بدي؟ إيه شو ما بدك؟ شو ما بدي؟ إيه شو ما بدك؟ إيه كملي لي قراية الرواية معناتها. عن جد؟ لا عن مزح. قال عن جد عم تحكي. كملي لنا نشوف شو بده يصير بهالبطلين. الله يسترك، تركناهم بمنطقة كتير حرجة. هلا بيكون نشف دمه تحديدا هالبطل، ما عاد حاسس فيه بهالرواية. عضت شفتيها. حلو كتير. ايه